السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ هنتكلم النهارده عن لاعب ما كانش مجرد لاعب والسلام، لا، ما كانش رونالدينيو ولا زيدان ولا حتى اورتيجا، لا 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 لا، ده النجم الكبير حسام غالي. قبل ما نبدا الفيديو عايزك بس تصلي على النبي ودوس لايك واشترك في القناة علشان تتابع معانا كل جديد. اسمه، وعايزك تطول بالك معايا، حسام محمد السيد متولي عبد الستار غالي، مواليد قرية بيلا محافظة كفر الشيخ يوم 21/10/1981. حسام غالي كان يعتبر من امهر الديفندرات في تاريخ الكرة المصرية، لدرجة ان هو في احد مواسمه لعب لنادي توتنهام وكان حرفيا افضل لاعب في الفريق، والدليل على كده ان حسام غالي هو اللي عمل اسيست هدف الاهلي في نادي ريال مدريد، لا وكمان هو اللي لبس جوارديولا كوبري جاب له صداع مزمن وخلاه لحد حاله رابط دماغه. حسام غالي كان من اكتر اللعيبه اللي عندها روح القتاليه والتضحيه، كان ممكن يدافع بروحه عن الكوره، برجله، بركبته، حتى في مره من المرات نزل الكوره براسه. لا وكمان حسام غالي كان اكتر لاعب عنده شخصيه بين اصحابه، ده غير حبه الشديد للكره الجماعيه. باختصار كده ما كانش اناني خالص، ولعبه الجماعي كان ممتاز. ولما انسال في لقاء مع الاستاذه منى الشاذلي سبب كل ده ايه، رد عليها وقال لها دي روح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء. حسام غالي كان مهاريا عظمه على عظمه، بيقدر يستلم الكره تحت اي ضغط عادي جدا، بيقدر يعمل كنترول ممتاز على الكره في اي ظرف في المباراه، كمان بيقدر يطلع من اي ضغط عادي جدا زي الشعره من العجين. ما كانش كده وبس، كان بيكمل كل ده بلمساته الفنيه الخياليه اللي كل اللي بيشوفه كان بيسقف له عليها. يعني ما تدخلش عليه بسرعه عشان حرفيا هتتهان بانك تلبس كوبري، وبرده ما تجيش تتمخطر على مهلك علشان بكل بساطه برده هيلبسك كوبري، لكن لو فكرت تقف في مكانك برده يا صاحبي هيلبسك كوبري. فكلنا عارفين ان حسام غالي كان عظيم جدا هجوميا، بس لو ركزنا اكتر هنعرف انه كان عظيم اكتر دفاعيا، مقاتل، وروح الفانيلا الحمراء كانت حرفيا بتتغلغل جواه. فعلى سبيل المثال هعرض لكم دلوقتي كام حركه لحسام غالي ما يعملهاش غير لاعب الكوره عنده اهم من حياته نفسها. ما تلاقيش ديفندر بيعمل تصدي زي ده، ولا عمرك تلاقي ديفندر بيعمل تدخل زي ده، ولا عمرك حتى تلاقي ديفندر بيلعب الكوره بالطريقه دي علشان يحافظ على سرعه الهجمه المرتده. فكلنا عارفين ان مركز حسام غالي المعروف هو ديفندر او لاعب 8، لا وكمان لاعب ليبرو ولاعب باك يمين ووينج يمين، كمان لاعب تحت المهاجمين خصوصا مع بيسيرو اللي حسام قال عليه انه اللعب معاه كان ممتع جدا. بيسيرو شغل الملعب معاه كان ممتع. ابتدى حسام غالي مع الاهلي في موسم 2000، لعب معاهم 3 سنين، قدر يقدم فيهم اداء ممتاز جدا لدرجه ان في انديه اوروبيه كبيره كانت حاطه عينها عليه، بس ما حدش قدر يخلص وقتها غير نادي فاينورد الهولندي علشان يلعب غالي مع فاينورد لمده 3 سنين وقدم معاهم اداء ولا اروع، لدرجه انه حصل معاه تفاوض من انديه كبيره جدا في الدوري الانجليزي زي ارسنال وليفربول وتوتنهام. لكن حسام غالي بالفعل راح توتنهام في موسم 2006، ودي كانت نقله كبيره جدا لغالي لان سعر انتقاله وقتها كان 4.5 مليون يورو. تخيل يا صديقي 4.5 مليون يورو سنه 2006، المبلغ كان كبير جدا وقتها، وبالصفقه دي كان غالي وقتها اغلى ديفندر في تاريخ مصر. في بدايته مع توتنهام ما شاركش غالي كتير لحد ما ابتدى اول مشاركه ليه كانت قدام مانشستر يونايتد، وعلشان من بعدها يلعب اساسي على حساب اسماء تقيله جدا في النادي، لا وكمان قدر يسجل معاهم 3 اهداف، وكمان كان في 15 فرصه للتهديف. حسام غالي كان متميز جدا وقتها لانه حرفيا كان الحلال للمشاكل التكتيكيه للنادي، لانه كان بيلعب ديفندر واوقات كتيره كان بيلعب وينج يمين، كان بيلعب رايت وينجر، كان بيعمل ناحيه اليمين. انا فاكر مره مسك اشلي كول، يعني لعب عليه ماتش كبير جدا، ومره كليشيه. حسام غالي حقق رقم قياسي في اخر الموسم ده، وتحديدا في الاسبوع ال30، لان هو كان اول لاعب مصري يتم اختياره في تشكيله الاسبوع الاساسيه في الدوري الانجليزي. يا صديقي انا بكلمك عن دوري انجليزي ولاعب مصري فيه وبيعمل كده، انت متخيل؟ قفل حسام غالي الموسم ده بشكل حلو جدا، ويجي الموسم اللي بعده في احد مبارياته مدربه مارتينولي ينزل غالي في الدقيقه 52 وما يكملش غالي 7 دقايق، ويقوم مدربه يهبد هبده كده في التكتيك عشان يخرجه. يسكت غالي؟ لا 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 لا، اتجنن غالي وقلع التيشيرت لدرجه ان زميله حاول يلحقه وقتها، لكن حسام غالي صمم انه يعمل اللي في دماغه ويرمي التيشيرت على الارض علشان دي تبقى اكتر لقطه جريئه في البريميوم ليج، علشان وقتها الصحف تتكلم عنه وتقول غالي اللاعب المصري اهان الفريق العريق توتنهام. تخيلوا معايا كده من غير الموقف ده وضع غالي كان هيبقى ايه دلوقتي؟ كان زمان واحد من اهم نجوم العالم، مش بس اهم النجوم المصريه. بس كده، سلام يا صاحبي.